شد الوجه أو إعادة النضارة للوجه بيبقى فيه عوامل كتيرة بتأثر على الأنسجة بتاعة الوجه، بتأدي إنه الوجه يترهل أو يسقط شوية. فإحنا عايزين نعكس العملية دي. بيبقى ليها كذا إجراء، منها إجراءات غير جراحية وإجراءات جراحية. من أشهر الإجراءات الغير جراحية اللي إحنا بنعملها وممكن تتعمل في العيادة حقن الفيلر. الفيلر لو حقنته في نقط أو أجزاء معينة من الوجه ممكن يعمل لي شد الأنسجة الوجه بس لدرجة بسيطة. ممكن عن طريق حقن الدهون، برضو ده إجراء غير جراحي ولا يحتاج إن أنا أفتح الجرح بتاع شد الوش. عملية حقن الدهون بتحتاج تتعمل في وسط معقم، فبنحتاج نعملها في مستشفى، لكن هي عملية بسيطة جدا عن طريق مخدر موضعي. بنشفط كمية دهون بسيطة وبنعيد حقن الدهون دي في مناطق معينة في الوجه، بتملالي لو الوجه رفيع أو فاضي، وبرضو بتعمل لي شد للوجه. لو درجة التهدل أكتر بقى شوية نضطر ندخل في الإجراءات الجراحية. في ميني فيس ليفت وفي فول فيس ليفت، وفي بنحتاج نعمل شد للوجه وشد لمنطقة الرقبة عشان أنحت منطقة الفك دي. في بحتاج أعمل شد للوجه والرقبة، ولو في تهدل لمنطقة الحاجبين بحتاج أعمل شد للجبهة. وبعد رفع الحاجبين ممكن يبقى في جلد مترهل في الجفن العلوي، ممكن نستأصله برضو. كل ده ممكن يتعمل في عملية واحدة، عملية شد الوجه الكامل.